بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض مربى البرتقال بجد بطريقة سهلة وبسيطة جدا وحلوة جدا. عايزة أقول لكم إن مربى البرتقال من أطعم المربات ومن أجمل المربات. لو عملتيها وجربتيها بجد هتغنيكي عن جميع أنواع المربات، لأن بجد طعمها تحفة وفي منتهى الجمال. كمان احلى من الرنج من الرنج بكتير. وده بشهاده كل اللي دقوها وكل اللي عملتها ودوقتها لهم، بجد قالوا لي جميله جدا وطعمها حلو قوي. تابعوني في الفيديو ده عشان بجد حلو جدا ومهم جدا. وان شاء الله تعملوها وتجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، لان هي تحفه وفي منتهى الجمال. اول حاجه معانا هنجيب برتقان. انا لما بجيبه بسره، علشان اللي بسره بيطلع لحم اكتر من الجلد، لان البلدي بيبقى فيه جلد كتير ويبقى ناشف اكتر. فبصراحه بحب اعمل مربى البرتقال من البرتقال ابو سره اكتر. ممكن تعمليها من البلدي، بس انا بحب اعملها بالنوع ده. بتجيبي البرتقال، تغسليه كويس قوي. انا معايا هنا الكميه اللي معايا دي 2 كيلو برتقال. طبعا حاولي تعمليها بقى اليومين دمت، لان خلاص البرتقال بدل الرنج طلع خلاص قرب يروح. فانت الحقي وقتك بقى وحاولي تعملي لك كده برطمان ولا حاجه او برطمانين وعينيهم في قلب التلاجة، حلوه جدا وهتعجبك قوي. فنجيب البرتقان وبنقوم غسلينه كويس قوي، ويستحسن انك تغسليه في فرشه علشان خاطر توصل المسام اللي هي موجوده في قلب البرتقان دي، بيبقى فيها كمان اتربه كده ما بتطلعش الا لما كنتي تنقعي البرتقان. يعني تنقعي البرتقان لا اما تغسليه في فرشه احسن لك. بصراحه بتنضف البرتقان كويس قوي، او اي نوع خضار بصراحه بتغسله كويس قوي. فبنجيب البرتقال وبنغسله وبنخليه نضيف عشان احنا هنعوز القشر بتاعه ده. بعد ما بنغسله هنبدا بقى ان احنا نشتغل بيه. هنبدا اول حاجه ان احنا هنبشر القشر بتاع البرتقال. شايفين القشر ده طبقه خفيفه كده، مش نبشر بقى نبص نخش على اللحم الابيض، لا. هنبشر بس القشر اللي هو اللي بره ده. هنشوف الطريقه دلوقتي مع بعض. هنبدأ ان احنا نبشر الاول قشر البرتقان. هنجيب البرتقانية كده والمبشرة الجهة اللي هي زي دي، وهنبدأ ان احنا نعمل كده اهي. شايفين اهوت كده. انا عايزة ابين بس الموضوع اكتر اهو. بننزل كده زي اي بشر برتقان عادي، بس انا ببشره بالجهة اللي هي الواسعة فبتطلع لي القشر بالمنظر ده. شايفين اهوت. بعمل البرتقانية كلها لحد ما بخلصها وباخد القشر كله منها. ما بنزلش لحد تحت خالص، يا دوبك باخد بس الطبقه اللي هي البرتقاني ديت. طبعا بقى ايه، تحاولي تسرعي ايديكي كده عشان تعملي كميه حلوه في اقل وقت. عايزه اوريكم كمان حاجه، طريقه اتجاه البرتقانه في البشر بيطلع نتيجه احسن. شايفين البرتقانيه بتبقى الحته اللي هي دي زي الراس دي فوق ودي تحت كده، ونبدا ناخد من تحت لفوق كده. دي بتطلع معاكي النتيجه احسن ما تجيبي بالعكس، او احسن ما تجيبي بالجنب. تجيبي من تحت لفوق كده اهوت. بتلاقي معاكي كده بمنتهى السهوله وبيطلع معاكي القشر سهل جدا اهوت. الاتجاه برضك خدي بالك، يعني خطوه مهمه برضك. يعني مش تقولي من اي جهه وخلاص، لا، لازم تعملي بالاتجاه ده عشان يطلع لك نتيجه حلوه. خلاص عملنا البرتقان كلته اهوت. شايفين كده كميه القشر اللي طلعت اهيت. شايفين ما شاء الله كميه حلوه اهيت. هنبدا بقى ان احنا نحطها في قلب ميه عشان لو فيها اي مراره تطلع منها. مش هنسيبها كده طبعا، هي طبعا انتوا عارفين القشر ساعات بيبقى بمر. فهنحطها في ميه، هنسيبها مش كتير، حاجات بسيطه خالص يعني. على ما نجهز بقيه المربى هنصفيها ونبدا ان احنا نستعملها. هحطها في قلب ميه وبعد كده هنيجي نبدا نشتغل في المربى التانية. نبدأ بقى نشتغل في البرتقال. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بقى البرتقانية بتاعتي اللي احنا شلنا منها القشر. هنبدأ ان احنا نقشرها تقشير يا دوب. شايفين اللحم ده يبان، انا عايزة الجلد كله يتشال كده. شايفين اهوت. هنبدأ نشيل بقى اهوت كده طبقة الجلد اللي هي في الاولانية دي كلها تتشال اهو. شايفين اهوت بالراحة خالص عشان ما تهدريش البرتقال معاكي. بالطريقه ديت هقشرها لحد ما اللحم كلته يبان كده. شايفين اهيت بالمنظر ده.
شايفين؟ هنبدأ بقى، انا هوريكم في برتقانية واحدة عشان وقت الفيديو، وبعد كده هكمل انا. شايفين الخطوط اللي هي بتبين كل فص لوحده ديت؟ يعني ده كده خط اهو، ده خط، ده كده اللي في النص ده فص. هنيجي كده على اول الخط نخش كده ونطلع نزق الفص اهو. شايفين؟ اهو هنيجي كده اهو ونزق الفص بره كده اهو بالشكل ده، بالراحه خالص عشان تطلعي كل اللي موجود في قلب البرتقانيه وما نهدرش كميه كبيره اهيت. شايفين؟ طبعا انا بحب اعمل بقى اللي بسرعه عشان خاطر اللحم اللي فيه ده البلدي بيبقى اكتريته ميه. شايفين اهوت؟ وبحس ان اللي بسرعه ما بيهدرش زي البلدي، الجلده بتاعته بتبقى رقيقه خالص، وبيبقى معظم اللي جواها عصير، واللي هو اللب بتاع اللب ده كمان اللب بتاعه بيبقى حلو وطري، فما بتيجي تسويه في قلب المربى بيدوب كده وبيبقى حلو قوي. بصوا شايفين كده الحاجات ديت اهيت اهو. شايفين اهو؟ نزلي كل حاجه اهو. شايفين؟ ما عادش الا ايه جلد اهي. بصوا كده، عشان كده انا بقول لكم انا بحب اعملها بسرعه عشان كده. شايفين؟ هي حته جلد. بص في البيت بقى طبعا يعني كل واحده بتبقى غاسله ايديها ومنضفاها كويس قبل ما تعملها، قبل ما تعمل اي شغل في بيتها. عايزه تلبسي جوانتي براحتك، بعد ما تخلصيها بتمسكيها وتتكي كده وبتنزلي العصاره اللي في قلبها. شايفين كده؟ لا عادش لا تفل، ما عادش الا ده بس، لا عاد فيها برتقان ولا عاد فيها اي حاجه. دول بس اللي اتهدروا، مفيش اي حاجه خالص طلعت، يعتبر ما تهدرش حاجات كتير، حاجات بسيطه خالص اللي اتهدرت من قلب البرتقان. والقشر كده كده عادي ما بناكلهوش اهو. شايفين؟ اي لب تلاقيه فيه طلعيه اهيت كده. طبعا انت تقعدي بقى على الرواقه كده، ما يكونش وراكي حاجه وتعملي الموضوع ده علشان تعرفي تعملي حاجه بمزاج كده من غير ما ما تبقي مستعجله ولا اي حاجه اهو. خلاص كده هعمل بقى الكميه اللي معايا دي كلها، وبعد كده هجيلكم ونشوف هنعمل ايه تاني. خلاص خلصنا كميه البرتقال كلها اللي احنا عملناها ونضفناها اهيت، وكمان القشر غسلناه من قلب الميه، غيرنا الميه بتاعته مرتين، يعني اللي كنا نقعنا فيها كبيناه وحطينا شويه ميه كمان شطفناهم كمان شطفه، وبعد كده صفينا الميه. هناخد بقى القشر ده نحطه فوق البرتقال كده اهوت. شايفين المنظر عامل ازاي؟ جميل جدا. طبعا بعد ما نضفنا البرتقان والقشر دومت الحبه اللي طلعوهم حوالي كيلو، يعني 2 كيلو برتقان يعتبر طلعوا لنا كيلو من اللب ومن من القشر. شايفين؟ تعتبر كميه حلوه بردك. هنبدا بقى ان احنا ننزل عليها كيلو من السكر اهوت، وكمان عصير ليمونتين زي ما قلنا لكم. هنحط دلوقتي ليمونه كمان لان البرتقال يعتبر من الحمضيات، فيعني عادي لو ما حطيتيش ليمون كتير. هنعصر الليمونتين كده اهو. طبعا بنشيل البذر من قلب الليمون، ما نخليش فيه بذر خالص. اهوت بنشيل بقى اي بذر، وهنبدا ان احنا نقلب السكر مع البرتقال. شايفين كده اهوت؟ لفيناه البرتقال بالسكر والليمونه. طبعا الليمونه تكون كبيره ويكون فيها عصير، شويه عصير حلوين. هنركن بقى البرتقال شويه صغيرين، مش شرط نركنه كتير لان هو فيه ميه اصلا. شايفين؟ هو مطلع الميه اللي احنا كنا بنعصرها من القشر. شايفين اهوت؟ شايفين جايه في الكاميرا اهوت؟ في ميه في قلب البرتقال، يعني ممكن تعلقي عليها في ساعتها، يعني ممكن تقومي على طول حطها على النار. هي النار بقى هتكمل بقيه طلوع بقيه الميه بتاعه البرتقال.
بس انا بحب اسيبها شويه بردك علشان خاطر البرتقال يشرب من السكر ويبقى طعمه حلو ويدي نتيجه احلى كمان لما نركنها. فانا هركن بقى البرتقال بتاعي يتشرب من السكر والليمون، وبعد كده هنعلق عليه وهنشوفه واحنا بنسويه، وهنشوف النتيجه في النهايه عامله ازاي. ان شاء الله تعجبكم جدا، ان مربى البرتقال بصراحه من احلى المربات، هتعجبكم جدا، جربوها على ضمانتي يعني، دي بجد مربى حلوه جدا. هركن المربى بقى وبعد كده اجيلكم تاني. ادي المربى بتاعتنا بعد ما ركنتها شويه، شايفين العصير اللي نزلته والعصاره اللي نزلتها اهيت. نقلبها كده تقليبه، وبعد كده هنحطها بقى على النار تستوي براحتها. ديت يعني يعتبر ما سبتهاش حوالي يعني ما كملتش ساعه، حتى نص ساعه. طبعا كل ما تسيبيها كل ما هتنزل ميه اكتر. فانا هسيبها بقى على النار لحد ما تستوى، وبعد كده هجيبها لكم واوريها لكم في ازاي توصل للنتيجه نهائيه، او نتيجه السوا بتاعتها بتبقى عامله ازاي. وبعد كده هنشوفها مع بعض لما تخلص خالص. خلاص البرتقال بتاعنا هنا استوى اهوت، شايفين تقل ازاي؟ كفايه كده خلاص، خد القوام المظبوط. نبدا ننزل عليه بقى بعصير الليمون والفانيليا. وطبعا زي ما قلنا لكم قبل كده تختبروا المربى، تحطيها على رخامه كده اهو، تشيلي معلقه صغيره كده اهوت وتحطيها على الرخامه لحد ما تتقل. هتبصي تشوفي قوامها، لو تقل وبقى حلو يبقى خلاص كده، لو لقيتيها لسه خفيفه يبقى تبقى لسه عايزه كمان سوا. حطي الفانيليا خلاص كده، اديها تقليبه بس كده اهو، خلاص نطفي عليها ونسيبها بقى لحد ما تبرد. وبعد كده نعبيها ببرطمانات، وما تنسيش تعقمي البرطمانات زي ما قلت لك من البخار اللي بيطلع من قلب الحل. شايفين شكلها جميل ازاي؟ بصوا عامله ازاي، جميله تحفه، وبقت شفافه والقشر بقى شفاف وبقى جميله جدا اهي. هنسيبها تبرد بقى وبعد كده نعبيها سوا. ادي مربى البرتقال بتاعتنا بعد ما خلاص بردت وحطيناها في قلب البرطمانات زي ما انتم شايفين كده، شكلها تحفه وفي منتهى الجمال. عايزه اوريكم القوام بتاعها كمان، هي لسه ما بردتش ومع ذلك القوام بتاعها تحفه جميله جدا، هتعجبكم قوي، جربوها بجد من احلى المربات. لو عملتوها ما عدتوش هتعملوا مربات تاني اللي هي بس، لان طعمها حلو قوي وده بشهاده كل اللي دقوها. يا رب الطريقه تعجبكم، ومن عجبكم ما تنسونيش بقى لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. مستنيه تعليقاتكم، مستنيه ارائكم. مع السلامه يا احلى متابعين في الدنيا، باي باي.